عايز تطور لعبتك ومش عارف، مش فاهم فكرة التطوير؟ انا جاي لك في الفيديو ده يا صاحبي، هفهمك كل حاجة تخص تطوير، فكمل معايا الفيديو للاخر وان شاء الله هتفهم كل حاجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي، معاكم اخوكم محمد في فيديو جديد. في البداية كده وقبل اي حاجة لازم تنزل تشترك في القناة وتفعل الجرس واستنى مننا كل جديد ودوس اللايك الجميل يا صاحبي، عشان النهاردة جايين نتكلم عن التطوير. ان شاء الله يا صاحبي هفهمك كل حاجة في قصة التطوير، لانها اتغيرت تماما عن الموسم اللي فات. ما بقاش التطوير زي الاول، لا صعبوها جدا، وده هنعرف مع بعض. هوريك دلوقتي يا صاحبي لما نيجي كده نطور كنفارة مع بعض. بعد ما تطور 5 هتدوس على اي لاعب تاني، هقول لك ارتقاء في التصنيف. يعني ايه ارتقاء في التصنيف؟ هفهمك يا صاحبي دلوقتي. هنطور كده ال5 رنكات وندوس على ارتقاء في التصنيف، هنشوف ايه اللي بيحصل. يعني لما ادوس على ارتقاء في التصنيف بيقول لي لا يوجد لاعبون. طب اللاعيبه دي اجيبها منين؟ ويعني ايه لا يوجد لاعبون؟ طب انا معايا لاعيبه سبعينات. اقول لك لا يا صاحبي، مش لاعيبه سبعينات. انت عشان تطور كانافارو انت عايز نفس النسخه من كانافارو عشان تطور. ازاي؟ طب انا جايب كانافارو ب 3 مليون، عايز اطوره، هبقى محتاج 3 مليون تاني اجيب بقى كانافارو عشان اطوره. طب هما ليه عملوا كده؟ انا هقول لك هما ليه عملوا كده. لما نيجي كده نخش على السوق يا صاحبي، عايز اطور كانافارو، قلت لك هتجيب نفس النسخه من كانافارو. ندفيد هتجيب نفس النسخه من ندفيد. ديونج نفس الكلام، عايز نفس النسخه. محرز نفس الكلام. طب انا عايز اطور رونالدو، لا مش هينفع. ليه؟ لان دي لعيبه يا صاحبي مكمله معاك من الموسم اللي فات، مفيش نسخ منها في السوق. فانت عايز لعيبه تكون موجوده في السوق. تشاوميني، مندي، اي لعيب انت بتشتريه هتقدر تطوره. هتطور ازاي؟ هتشتري نفس النسخه. طب ده حلو ولا وحش؟ اقول لك يا صاحبي هم عملوا كده لان هم مش عايزين يرفعوا الاوفرات بدري. لما نيجي كده نخش على ندفد مع بعض تاني، نفس الحكايه يا صاحبي، نفس فكره كانافارو. هيتطور ال5، هندوس تدريب، هتدوس على اي لاعب تاني هيقول لك ارتقاء في التصنيف. يعني ايه ارتقاء في التصنيف؟ زي ما قلت لك يا صاحبي، هيبقى عايز نفس النسخه من ندفد. طب هو ده حلو ولا وحش؟ اقول لك والله يا صاحبي هو حلو ووحش في نفس الوقت. يعني هم تفكيرهم ان هو عايز ما يعليش الاوفرات زي الاول، فهم راحوا عاملين كده، خلى لها فكره التطوير صعبه جدا. يعني انت عشان تطور لاعب محتاج نفس النسخه من اللاعب، فانت مستحيل هتقدر تطور زي الاول. انت ممكن تطور اللاعب رانك 2، مش هتقدر تطور زي الاول. فهو كده هيحافظ على الاوفرات مش هتعلى زي الاول. طب يا جدعان يعني هم عملوا كده ليه؟ هم عملوا كده يا صاحبي لان هم مش عايزين يرفعوا الاوفرات بدري. فانت مثلا، انا لو معايا مثلا النسخه من ندفيد او كانافارو وطورته 25 رانك او طورته 5 رانكات، هو لو 89، انا هطور 5 هيبقى 94. فهو لما يجي ينزل الحدث الجديد لازم ينزل لك لعيبه ازيد من ال 94 وال 95. ليه؟ عشان انت تلعب وتشحن، عشان تبقى عايز تجيب اللعبه دي. طب انت لما يبقى معاك كنفار 94، لو نزل لك لاعب 94 انت مش هتستهام، لان انت هيبقى معاك نفس اللاعب. فهو عشان كده خلى لك التطوير صعب. انت ممكن تطور مره 2، لكن يا صاحبي مش هتقدر تطور اكتر من مرتين، لان انت كده هتبقى عايز تشتري نفس النسخه. طب النسخه دي بتتجاب منين؟ من السوق. معايا كنفار واجيب كنفار، معايا اي لاعب بيتباع وتبيعه وتشتريه هتقدر تطوره بس بنفس النسخه من نفس اللاعب. ده حلو يا صاحبي لان هو كده هيخلي فيه تنافس في اللعبه. الاوفرات مش هتترفع بسرعه كده يا صاحبي، مش هتلاقي الاوفرات ال100 بدري، ال98 بدري. ممكن الحادث الجديد ينزلك لعيبه اوفرات 95، لعيبه اوفرات 96، 98. الاوفرات يا صاحبي مش هيرفعوها بدري. ده حاجه كويسه جدا يا جدعان. فبس كده يا صاحبي بكل بساطة زي ما قلت لك، هي دي فكرة التطوير. انت لو عايز تطور لاعب فانت محتاج نسخة من نفس اللاعب. زي ما قلت لك على كانافارو عايزين نطوره، فمحتاجين نفس النسخة من كانافارو. زي ما قلت لك على ندفيد، لو انا عايز اطور ندفيد فانا مضطر ان انا اشتري نفس النسخة من ندفيد. فانت ممكن تكبر دماغك من ده كله ونخش كده السوق مع بعض، وهنضغط على كلمة بحث. هنشوف المركز يا صاحبي، هنشيل ال ام ونخلينا في الاس تي. لو دخلنا كده على مبابي زي ما احنا هنشوف ودوسنا شراء، فانا عايز اقول لك النسخه كده من غير اي تطوير ب 14 مليون. لو دوسنا على السهم اللي فوق ده كل تطويرات يا صاحبي،
هو كده اعلى تطوير ليه ب 202 مليون. فما فيش حد هيقدر يشتري التطوير ده كله، يعني 202 مليون في بدايه اللعبه حاجه مستحيله. فانا ممكن اشتري مطور رانك، ممكن اشتري مطور 2، ممكن تشتري مطور 3 وتكبر دماغك من فكره التطوير، بدل ما انا اشتري اللاعب وبعد كده عشان اطوره اضطر اشتري نفس النسخه من اللاعب. ما انا ممكن اجمع السعرين مع بعض واكبر دماغي من فكره التطوير واجيب اللاعب مطور جاهز من السوق. فبكل بساطة يا صاحبي ده كلها كانت فكرة التطوير. يعني أنا كده فهمتك كل حاجة بكل ما يخص التطوير في الفيديو يا صاحبي. عايز تطور لاعب محتاج نفس النسخة من اللاعب. أتمنى إن أنت تكون استفدت، أتمنى إن أنت تكون فهمت الفكرة. يا جدعان ده حاجة كويسة، مش عايزين يرفعوا الأوفرات بدري، عايزين يبقوا في تنافس عشان الأحداث بعد كده لما تنزل ما يضطروش إن هم يرفعوا الأوفرات بدري. فدي كل الفكرة ببساطة. أتمنى إن أنت تكون استفدت معايا في الفيديو، اتمنى طبعا ان انت تكون الفكره وصلتك. فلو استفدت معايا في الفيديو يا صاحبي ما تبخلش علينا بالاشتراك بتاعك واللايك الجميل وشير الفيديو مع اصحابك. لو محتاج اي حاجه اكتبها لي في الكومنتات، مش فاهم اي حاجه اشرح لك اي حاجه تقييم اي حاجه اكتب لي في الكومنتات يا صاحبي، مش هتاخر عليك. اتمنى انت تكون استفدت واستنونا فيديوهات تانية كتير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.